بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم معايا في الفيديو تاع نهار اليوم. رايحة نشارك معاكم وصفة تاع لي باركات محشيين كريمة الجبن. على بركة الله نبداو في المقادير. عندي كاس تاع فرينة، عندي نص مغرف صغيرة تاع ملح، وهنا مغرف كبيرة تاع زبدة قطعتها. راح نحرك الزبدة مع الفرينة باه نمزج المكونات. عندي بيضة حجم صغير، واذا عندكم حبة بيض حجم كبير نكتفيه بالصفار. هنا حوالي ملعقة كبيرة او 2 من الماء بارد او بدرجة حرارة الغرفة. هنا بعد ما لميت العجينة سطحتها وحطيت لي باركات بحذا بعضهم بالشكل هذا، وبعدها نبدأ نضغط بأصابع اليد نتحصل على الحبة. نكمل نعدل كامل الحبات، نضغط على العجينة باه ما تجيش خشينة من الحواف. ولا حبيتوا تهزوا طرف من العجينة وبعد تشكلوا بالأصابع لكم الاختيار. بعدها دخلتهم الثلاجة نصف ساعة، وبعدها حطيتهم في الفرن. هنا بعد ما طابوا خليتهم يتحمروا شوية. هذا هما كيف خرجوا، هذا هو الشكل تاعهم. دوكا راح ندير كريمة الجبن. عندي كاس حليب، مغرف كبيرة تاع نشا او مايزينا، ومغرف صغيرة تاع زبدة، وبيضة حجم صغير. راح نخلطهم. بعد ما دفاو شوية بدا يغلي، ضفت له جبن مبشورة ومغرف صغيرة تاع جبن طري، نص مغرف ملح ونص مغرف كزبر. هذه هي كريمة الجبن. راح نحشيهم كامل بلا تزيين على خاطر راح نغطيها الكريمة هذه. هنا عندي طو بصلصة الطماطم، راح نحط جهة طو صلصة الطماطم، طو بصلصة الطماطم، الجهة الاخرى جبن مبشور رقيق. وهنا زينتهم بحبة تاع الزيتون، ورقة تاع المعدنوس، او حشيش. وكانت هذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم. تقدروا تقدموها في مناسباتكم وافراحكم بالنجاحات كمقبلة. نشكركم بزاف على المشاهدة وتعليقاتكم المشجعة. تبقوا على خير ومع السلامة.